فريق الهلال كان افتتح مشواره القاري المتجدد في الشامبيونز ليج بالخسارة في جنوب افريقيا ضد القوي سان داونز ماميلودي 1-0. ماميلودي ينتصر ايضا البارحة ويأكد تفوقه الاولاني ب3-1 في جاروا على فريق القطن الكوتون سبور. ذكرى التأسيس وايام الانشاء في 13 من فبراير ذات يوم من سنة 1930 ولد الموت. 0-0 في 10 دقائق لعب من الشوط الاول. محمد احمد ونادي الهلال في الكرة المصرية أكثر فريق في تاريخ البطولات الافريقية. داني هو الثاني اكثر مواجهة للاندية المصرية في البطولة قبل المساروة والخرطوم لم يسبق هنا في السودان. كرة خطيرة النادي الاهلي، اول فرصة اول جول، فرصة كبيرة والهدف الاول يضيع بطريقة غريبة. واو على المستوى الفني نفس الشيء. نتذكروا مباريات في دوري ابطال افريقيا الكاف شامبيونز ليج 10 سنين الخلف والتالي مباريات ترجي اهلي وداد الرجاء الفرق السودانيه الهلال والمريخ. النتيجه مباراه رقم 42 0-0 في الابطال. يرفع على الصعيد القاري في كاس او في الحالي نسخه الشامبيونز ليج الانديه المصريه 13 انتصارات سودانيه. اخطر ثاني كره في اللقاء هاني ينطلق من كولوار الايمن. غاندي متعادل بنهايه الشوط الاول 0. وسيمبا الفايبرز الاوغوريا كوناكري 0 ضد فريق يهاجم في الشوط الثاني وخطيرهم بالراس والحارس يتألق شناوي. اول كرة خطيرة الاجوار بين الهلال والنادي الاهلي 0-0. الشوط الاول على وشك النهاية، نتيجة معقولة ولو أن الاهلي كان ممكن. العصرية الحديثة استثمار الكرة استثمار اللقطة بتسديدة وخطيرة 1-0 للهلال 1-0 لهلال الملايين. المعايير الدولية ممكن ما تلقى حد يطبق القانون بكل المعايير في القارة السمراء. حتى ملعب في افريقيا باستثناء 2-3 يلعبوا كورة. جلودي ممتاز قوي ترجع الكورة للهلال.